مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من نجم على الدوام. اليوم نجم على الدوام نجيب الزدام، واحد من الاسماء الكبيره في الملاكمه في تونس. نجيب مرحبا بك. وبيك بارك الله فيك. عايش. دور لي البلاصه هذه، نقولوا القبه، نقولوا البيسين، البلاصه هذه كل تعني برشا حوايج. نجيب الزدام في بدايه مسيرته الرياضيه. صحيح، وانا بديت هنا الانطلاقه معناها نتاعي، فهمتي، عام 73 74 بديت هنا. بدينا في القبه، من القبه لهنا نخرجوا لهنا نعملوا شويه جاريه لهنا شويه. ما كانش فما المسلك هذا. المسلك هذا ما كانش. ما كان. فهمتي، اي ما كانش. مي بغينا فما شويه غازون غاديك قدام القبه، لكن نجريو، فهمتي، انا والجروب. القبه تعني لك برشا حوايج في مسيرتك. القبه هذيك معناها بديت كما قلت لك الانطلاقه بدات من غاديك، فهمتي، وحياتي كامله معناها بريسك في القبه. تتذكر شكون جابك للملاكمه؟ اللي بديت في الملاك هو سي طار بالحسن خالي، فهمتي، هو اللي بدات، هو اللي هو خالك ولا انت؟ لا خالي، لا خالي. مش نعيط له خالي معناها. خالي طار بالحسن هو اللي معناها هزني للملاكمه، فهمتي. كنت صغيره كي هايجه شويه، سامحني في الكلمه، فهمتي. خلي انت باش تجي معايا للبوكس، فهمتي. بديت الانطلاقه. اقتنعت انت؟ اقتنعت به، هي اقتنعت بالكلام نتاعو، فهمتي. لا تو باش نمشيو، باش نقعدوا، باش نبداو نحكيو المسيره من البدايه. حكايه نجيب الزدام مع الملاكمه حكايه كبيره شويه. لو كنا نبداو الحكايه من البدايه، وبدايه نجيب الزدام مع الملاكمه تحديدا اللي هي نعرفوها رياضه ما هي سهله. انا بديت الملاكمه عام 73 عند الطاهر بالحسن الخالي. هو اللي هزني للملاكمه معناها، فهمتي. وبدينا التدريب هنا في القبه في المنزل هنا. معناه لهنا عندي تاريخ كبير ياسر لهنا. الانطلاقه بدات لهنا ملي انا معناها نقول قايل ليكول دو بوكس صغير في العمر، معايا جروب وليدات صغار زاد، فهمتي. سميت جمعيه فرحه حشات، هذه جمعيه صغيره، فهمتي. وبدينا نتدربوا، فهمتي. وقت كبرنا شويه، عملنا حكايه عام ونص، عامين، فرقنا شويه، فرقنا طار بالحسن الخالي على الجمعيات. مشيت جمعيه الطراجي رياضه تونس، اللي هي معناها صارت الملاكمه نتاعها في نهج الباشا. وكانت مسيرتي معناها تنجم تقول من القبه من هنا نهج الباشا، وصلت نهج الباشا كبرت شويه، مشيت لليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال هزوني وانا صغير في ليكيب ناسيونال، فهمتي. وليت ندرب مع الكبار، مع فما جروب كبيره في ليكيب ناسيونال وانا صغير، فاهم، اللي هما معناها كمال. قبل ما ندخل للفريق الوطني، حكايتك مع التراجي ومع الملاكمه، شنو هما الالقاب اللي تحصل عليهم نجيب؟ شنو كانت تتذكر شي وقتها؟ شنو هي الاطراح الكبيره؟ كيفاش كانت الاجواء داركم؟ كيفاش قبلوا الحكايه؟ الجو هذاك الكل كيفاش كانت تتذكر منه؟ دارنا معناها عادي، نترينا في الملاكمه معناها ما عنديش قلق، فهمتني. نتدرب معناها حتى في الترجي الرياضي التونسي، معناها مسيرتي معناها نجم نقول الكل في التراجي بدات. الانطلاقه معناها شكون كان المنافس الجدي لنجيب الزدام في الوقت هذاك اللي كان بالحق معناها الكومبا نتاعو هو نجيب، كانت الناس تستناه؟ والله البطوله وقت ثم بطوله عند يوسف البوسالمي، هذا واحد من الملاسين، فهمتي. هذيك عملت دور نهائي انا وياه، معناها تنجم تقول دور نهائي كبير ياسر، فهمتي. اللي مسني معناها، فهمتي. وقت اللي قمت انا، المدرب محمد بن علي هذا وقت حسب لي، قال لي شنو تكمل؟ قلت له نكمل. كملت معناها وربحت المقابله. قامت القيامه وقتها فيها الصاله هذيك وقتها، انا ويوسف البوسالمي، وهزيت بطوله تونس وقتها عام 80 نتذكرها هذه. وعندي برشا وليدات معناها، فهمتي، في الميزان نتاعي. كيما شنو ميزانك وقتها؟ وقتها نلعب في 63 ونص، انا بديت معناها في 54 57 60 63 ونص، لعبت حتى في 67. حكايه نجيب الزدام مع المنتخب الوطني
تتذكر اول مره وقع دعوتك المنتخب الوطني وشكون المدرب وقتها كان تتذكر؟ نتذكر وقتها في المنتخب الوطني كيفاش مشيت انا المنتخب الوطني، وقتها انا نترانا لهنا مع الطاهر بالحسن خالي. معناها ديما نحكوا على القبه. على القبه ديما، انا قلت لك عندي تاريخ كبير ياسر هنا في القبه. بدات وقت الانطلاقه نتاعي بدات انا فما انطوان جومونسكي، هذا واحد بولوني يراني في الكبار، في اللي كانوا الكبار اللي هو كمال بوعلي، محمد الماجري، بندقه، فهمتي، بشير بندقه، الاخوه الزوز، مودي العميري، منصف جبالي الله يرحمه توفى، فهم اللي توفى من الكبار، صالح زلاصي، صالح رومي يعيطوا له بشير زلاصي. هذوما اللي كيب ناسيونال اللي يكبر مني انا في العمر. وقت اللي انا نترينا، وقت اللي انطوان يتفرج فيا قال هذا راهو باهي، فهمتني، نتكلم في الطرب الحسن، قال له هذا خليه يجي يحط الجو مع كمال بوعلي. نفس انا كمال بوعلي، فهمتي، على خاطر بالنسبه لك حدث صحيت، فهمتي، مع كمال بوعلي. مع كمال بوعلي. وقت كمال بوعلي ما شاء الله تبارك الله اسم كبير ياسر، ونقولها ونزيد نقول اللي كمال بوعلي احسن ملاكم في الجمهوريه التونسيه. جبدني سي انطوان جومونسكي هذا باش نحط الجو مع كمال بوعلي، شافني معناها ديناميك هكايا وحي في الرياضه نتاعي. بديت نترينا معاهم وانا صغير، كمال بوعلي اكبر مني، نحط في سبارينجات والجو مع كمال بوعلي، مع منصف جبالي، مع مودي العميري، فهمتي، شافني باهي. بدات انا حطني في مخه انطوان هذا كل ايكيب ناسيونال معناها دير فما ستاج ويعيط لي انا معاهم، انا فهمتي، لازم ندخل مع الايكيب ناسيونال، مع الجروب الكبار. حتى اللي بشويه كبرت، فهمتي، وليت دخلت في الايكيب ناسيونال. مشى انطوان جومونسكي هذا جاب كورت، جابوا واحد الماني كورت ريزنتريت اللي هو زاد هذا تبارك الله عمل. سوف تتذكرها مع المنتخب الوطني، نجيب ما ينساهاش. والله ايش نقول لك، في باله معناها في مشاركه كبيره هكا، حدث حاجه اللي بقات في بال نجيب، كل ما الذاكره ترجع له ما ينساهاش. والله هي طرفه ما هيش طرفه، فهمتي، نجم تقول طرفه كي نحكي العباد هي طرفه، اما في حد ذاتها، فهمت، كي نجي نحللها انا مأساة لي انا، تنجم تقول انا مشيت البطوله عربيه في الاردن، انا في طمكي، وبطوله عربيه باش نعمل ميداليه ذهبيه ما فماش كلام، قدره الله باش نعملها الميداليه الذهبيه. وقت طلعت نلعب انا مع الملاكم العراقي هذا، طحت انا وياه الاولاني، العراقي يعرفني ولعب في العراق وعمل ميداليه ذهبيه انا في العراق عام 80، فهمتي، وهي التورنوا هذه جات عام 85، مش تورنوا، هي بطوله عربيه. وقت بديت نلعب معاه هو هارب مني وانا نكدري فيه نحصر فيه وهذا كل شيء، انا اعطيك ديريكت دوغوش هكايا، وهو ايش بالدروع هو عمل لك بالخوف، ما انا عمل لك كي جاتني في الدكنونه في المونطون لهنا، فهمت، اخطر بلاصه صحيت هذيك وقت اللي طحت هكايا، جيت باش نقوم غزرت هكايا، التفت لخميس الرفيع يعمل لي خميس الرفيع يقوم، وانا عملت له كبرس، جيت ما نجمتش نقوم، قلت عجوبه، فهمتي، حسب الاربيتر وعمل لي هزني قال لي يزيك. هذيك اللي معناها قعدت في حياتي، معناها ما تنساهاش، ما ننساهاش. اخطر ضربه ياكلها الملاكم نجيب؟ والله هي اخطر ضربه بعد السنوات، فهمتي، اخطر ضربه اكلتها انت باش يكون سؤال مباشر. انا قلت لك هي هذيك، فهمتي، هذيك اللي عندي انا، فهمتي، وصاحبي هارب مني، اعرف وقت اللي طعت انا والاربيتر عمل لك ايه معناها قال صاي، لكن في ضربه قالوا نحن مشي موجهه ينجم يخسر القاب. قلت لك ساعات يبدا رابح 3 روندات و4 روندات و5 روندات حتى في البروفيسيونيل في الاحتراف، يبدا رابح مثلا دوفيس رابح للبوكسور صاحبه معناها، وتجي ضربه من الضربات يبدا هارب من هنا، يعرض له مثلا يتيح الاخر الكل شيء مشى في الماء، وهذا قعدت نغزر له وانا بعيني مش تغزر اللقب، هرب علي اللقب هكاك، جيت نقوم قلت كيف ما لقيتش روحي، يضيع التوازن ضربه من النوع هذاك، البدن الكل. حتى محمد الماجري بالمناسبه دي نوجه سامحني نوجه تحيه لمحمد الماجري اللي هو مريض ان شاء الله ربي يشفيه، وعم الشادي المزوغي، اللي عم الشادي المزوغي قمه نتاع مدربين هذاك، طاهر بالحسن. انا نتاسف تولي طاهر بالحسن كيفاش ما شدش ليكيب ناسيونال، وشادي المزوغي شنو كبروا هذه، يحطوا على الاقل يراقب يشوف مدير فني ما نعرفش انا، هذه خبرات يلزم الاستفاده منها. تحب الفريق يمشي، ولا شبيه البوكس ما عادش كيما قبل، وشبيه البوكس ما مشاش، والبوكس ما عادش ميداليات، رجعونا للقدم، ما تجيبوليش مثلا من مره تعطيه 5 ملايين هنا ودار والاخر مدرب معناها اللي يكون جيل اجيال ورفعت رايه تونس. رحله نجيب نبدلوا شويه الجو، رحله نجيب مع الالقاب فما شويه اسف عندك ظاهر، رحله نجيب مع الالقاب والميداليات ومنصات التتويج، مش تتذكر منها؟
والله نتذكر الالعاب الافريقيه عام 78 اللي عملتها، فهمت، مشينا وقتها يجي 8 ولا 10 بوكسات، 8 9 بوكسات، نسيت بالضبط قداه. عملت فيها ميداليه ذهبيه وانا صغير في العمر وقتها، فهمتي. هذيك عملت فيها ميداي دور، حتى بالتلفزه معناها الفرنسيه جات غاديك تصور فيا وتكلم معايا، فهمتي. صغير في العمر انا وقتها، وربحت تزيري، ما يخفاكش تزيري فينال في بلاده، ربحت تزيري، عملت ميداليه ذهبيه في الجزائر انا غادي. هذيك معناها فهمتي، عملت ميداليه ذهبيه في هذيك اللي قادت لي معناها تاريخ. وعندك بطوله عربيه زاده في العراق عام 80، عملت ميداي دور زاده في العراق، مش عملت ميداليه دور وحدي زاده، فهمتي. فما زاد لوسي بالخير عمل ميداليه ذهبيه. عملت احتراف، خممت في الاحتراف، كانش عندك تجربه في الاحتراف؟ والله حبيت نجيب الصدام والاحتراف، حبيت نمشي للاحتراف انا، وكلمت خالي الطاهر بالحسن باش يجي، ما عندوش كونتاكت غاديك في فرنسا، فهمت. الاحتراف يحب يهزني وما يحبش، فهمتي. قال لي زيد كمل الساعه تو نهزك، زيد كمل زيد كمل، مش كمل. وقت كبرت انا حبيت نمشي للاحتراف في العمر نتاعي 25 26. مشيت وقتها عندنا جوز اولمبيك برشلونه عام 92، حبيت نمشي الوزاره وقتها وافقت لي والفيدراسيون باش نمشي. بوب وقتها رئيس الترجي التونسي ما حبش يسيبني، علاش؟ على خاطر قال لي عندك جوز اولمبيك باش تصير في عام 92، فهمتي، باش نحضروك في الجزره نتاع باردو، باش تقعد عامين 3 سنين غاديك، فهمتي، تحضير، فهمتي، باش انت تمشي لبرشلونه. فماش ما تعملنا ميداليه حتى برونزيه ذهبيه نشوفوا حاجه، فهمتي. هذاك قلت له سي سليم راني كبرت انا، فهمتي، توا العمر ماشي ويزيد، لازمني نخرج توا مادام مازال عندي 3 سنين 4 سنين في الاحتراف، فهمتي. ما مع الاسف معناها ما مشيتش. ندمتش على حاجه في مسيرتك هذه؟ تو نحن نحكوا على هالرحله الحلوه مع الملاكمه، فماش حاجه ندم عليها؟ والله ما ندمتش عليها، ما ندمت على حتى شيء. البوكس هذايا ما ندمتش عليه انا. علاش ما ندمتش عليه؟ لانه البوكس هذايا وراني برشا بلدان. مشيت لروسيا، انا مشيت عملت ستاج في روسيا، مشيت قعدت في موسكو 3 ايام، ومشيت لارمينيا قعدت فيها 15 يوم. اذا كان قعدت انا ما نعمل في الملاكمه باش نوصل لروسيا، انا مشيت لبوكارست، مشيت لرومانيا، مشيت لالمانيا، مشيت لفرنسا. فرنسا تورنوا دو فرانس كانت كل عام تتعمل، مشيت تجي 3 ولا 4 مرات لفرنسا. مشيت لالمانيا، مشيت لبرلين، مشيت تورنوا برلين، مشيت تورنوا هال اللي هي عباره عن جوز اولمبيك فيها ملاكمين من طراز رفيع، فهمتي، فيها ابطال العالم. مشيت تورنوا فينيس، مشيت لفينيسيا. لو كان يرجع التاريخ شويه نجيب، شنو هي الحوايج اللي كان ينجم يعملهم وما عملهمش؟ والله نتذكر كلمه قالها سي طيب لوحيش الله يرحمه، الراجل هذاك، فهمتي، قال نجيب الزدان لو كان خرج بروفيسيونيل يعمل بطل العالم، لو كان يمشي لامريكا ولا يمشي يعمل تيتر مونديال، يعمل بطل العالم، يعمل بطل العالم. فكتبوا الفي بي سي زاد، كان الفيدراسيون الاولانيه اللي هي نتاع مايك تايزون ومحمد علي كلاي، فهمتي، مش الدبل في بي يو ولا بي هذوك. الفيدراسيون القويه ياسر معناها. قال نجيب الزدان يعمل تيتر مونديال لو كان خرج بروفيسيونيل فك الوقت هذاك، فهمتي. مع الاسف الله غالب ما مشيتش. برشا ملاكمين زاد ما خرجوش بروفيسيونيل. خبيز رفاعي زاد ما خرجش بروفيسيونيل. خبيز رفاعي عمل تاريخ كبير ياسر. خبيز رفاعي يخافوا منه البوكسرات العرب الكل، الجزائر. خبيز رفاعي وقت ماشي في ميزان في 67 كيلو، الجزائريين والمغاربه وكل شيء يشوفوا الميزان يطلعوا في الميزان باش ما يطيحش هو خبيز رفاعي، يهرب من الميزان هذاك، فهمت. ما يهرب من الميزان هذاك يلقى الاخر، يلقى رؤوف الحربي، يلقى محمد بن شريفه اللي هو من سوسه تبارك الله، ملاكم زاد قوي ياسر هايل. بشاب طلوت يلقاني معناها كيب مش نورمال معناها في العهد هذاك. نحن ما زلنا نجيب في القبة، هذه القبة اللي ديما نقولوا هي اللي مؤثرة في مسيرة نجيب الزدان. لكن باش نحكي توا عن نقطة التحول في حياة نجيب الزدان، الحاجة اللي غيرت له حياته نجيب الزدان وهزته من مرحلة لمرحلة، شنو هي نجيب؟ والله نقطة التحول تنجم تقول من ملاكم وليت مدرب، فهمتني، وليت منشط رياضي، فهمتني. وشديت جروب وليدات صغار اللي هما السونتر دو بروموسيون، مركز نهوض بالرياضة الملاكمة، فهمتي، وبديت نخدم، فهمتي. هذاك الشيء اللي بدل لي الحياة نتاعي. معناها تقول كان انه انسان باش يولي يوصل الخبرة نتاعو للصغار. بالضبط، هذيك هي الحاجة اللي صحيت قلبت غيرت حياة نجيب الزدان، غيرت حياتي، فهمتي. اي نعم. وبديت خذيت سونتر، فهمتي، في نادي الرياضي الحرس الوطني،
بديت نخدم غاديك، عندي زوز مكاتب نهز منهم الوليدات وغادي ونكونهم من الصغرى، فهمتي. تلقى مازال تلقى اولاد يحبوا عندي وليدات ويحبوا الملاكمه وهم غرومين ويحبوا يترناو، حتى اللي نجم نقول لك تصير حتى للفوضى، يكثروا الوليدات، فهمتي، اللي هذا يحب يترانا. وناخذ جروب باهين، فهمتي. عندي واحده مرشده استاذه نتاع رياضه معايا في المدرسه، فهمتي. هاكا نهز وليداتها من الكاليتي، معناها نختار اللي هما يصلحوا للبوكس، فهمتي. ناخوهم والاخرين معناها نزيد نعطيه فرصه تاع جمعتين ثلاثه، نلقاه مثلا نهزه يعمل تربيه بدنيه. تلقى روحك توصل فك الخبره نتاع السنوات للوليدات الصغار. والله انا ما نجمش نجم نقول لك من 2003 حتى 2012 هنا عندي 11 واحد 12 واحد في الليكيب ناسيونال، انا مكونهم انا من اللي هما ايكول دو بوكس. منهم بلال محمدي هذايا، فهمتي، في نادي رياض الحرس الوطني، عمل عمل لافريك، عمل كوب دافريك، وعمل ميداي درجون في مصر. هزوه وقت اللي هو مش في العمر نتاعو جونيور، وقته هو مازال. وحتى كي يبداو في المنتخب الوطني تحاول انك توجههم وتحفزهم خصوصا على الربح، هكا عقليه الربح هذيك. اي عقليه القليب هذاك، فهمتي. ونحبوا يعمل ميداليه ذهبيه، خاصه تبدا فما دوره بانها باهيه كما نقولوا لافريك، ولا باش يترشح للجو اولمبيك من الافريك، يسموا يعمل ميداليه ذهبيه في الافريك باش يمشي للجو اولمبيك، فهمتي. نتاسف ياسر وقت مثلا يعمل ميداليه برونزيه ولا فضيه، وقت هو عنده معناها الكاريتيه نتاع البوكس، فهمتي. خاطر عندنا تتغشش عليهم هكا. والله نتغشش ونتنرفز، ما نكذبش عليك، فهمتي. ايوه، وتحاول انك كي يجيك تعاقب ولا كيفاش تتعامل معهم؟ مش نعاقبه، ونتغشش عليه ونشدوا كيفاش ما عملت هذاك، نعمل له يا ودي هذاك يلعبك هو كيفاش، هذاك نحب نفهم كيفاش ربحك، وقت اللي هو مثلا تبغاك تهرب بس واش وارجع تخاف شويه تتخمرش وكا هو نجيب، فهمتي. ايوه نوصل هنا نتاكد. وقفنا في حديثنا مع نجيب الزدام علاقته بالإعلام وكيفاش كانت الصحافة تشكر في نجيب الزدام. بعد القبة جينا مع نجيب البيتو وين باش نحكيو على علاقة نجيب الزدام بالإعلام في ركن صاحبة الجلالة. لكن قبل خلينا نشكر نجيب اللي استقبلنا في بيته مع عائلته. نجيب مرحبا بك. بيك عايشك، بارك الله فيك. لو كنت تقدم لنا العائلة أولا في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المدام، الوالد، هذا الوليد ولدي، بنتي الصغير، وهذيك جارتنا. نجيب قلت لنا قبيله نحكيو على ضربة البداية وبداياتك في الملاكمة، قلت لنا الوالد كان يشجع فيك على الملاكمة. اي لا صحيح، قبل الوالد كان مغروم معناها بالملاكمة، ووقت بديت انا صغير نترانا معناها في الملاكمة يشجع فيا، يقول لي معناها ترانا، وعندي الوالد تقول لي لا ما تمشيش ما تراناش وضرب وفك عليك اما الوالد معناها ديما يدعم فيا، ديما يشجع فيا في الرياضه نتاع الملاكمه. نتذكر ونمشي معاه ونتفرج فيه كيف يلعب هو. سمعت شنو كان يميز نجيب الزدام يلعب لو كان شكون اللي جا معاه في الوقت هذاك انا كنقول لك كان في بلاصه الشخصيات اللي يحبوه، ومن بعد صباح على خير مش معقول، خاطر عنده وقت قلت هز الضرب ولا هز الضرب. عندي الوليد الكبير هذا فهمتي، هزيته معايا وقت انا وليت مدرب معناها، فهمتي. عمل معايا سيزون معناها، عمل فيها كومبا، ربح الكومبا الاولانيه وخسر في الثانيه. اي قلت له ما نساش من الاول من الديبيو تبدا كيكه، وبعد بشويه بشويه زاد عاود العام الثاني زاد خسر من الكومبا الاولى. قال لي انا يا بابا بوكس راه مش نتاعي وخليني. لا حبيت، بديت المره الاولى ومشيت، اما بعديك لقيتها بعيده القرايه تليت بالقرايه وما عنديش موهبه نتاع البوكس. شو يحكيوا لك على ابوك؟ يقولوا لي شوك ما طلعتش البوك، ويعني نقول لهم كل واحد كيفاش. نجيب نقولوا اللي الاعلام طلع نجيب ولا هبطوا في الرياضه في الملاكمه؟ والله الاعلام قبل كان باهي، فهمتي. كل بطوله معناها فيها دور نصف نهائي نهائي، فهمتي، تلقى الكاميرا موجوده،
تلقى القناه الوطنيه معناها موجوده غاديك. ما نعرفش معناها في اواخر معناها الكارير نتاعي في اخر قلت جمله واحده الكاميرا ما عادش تجي، فهمتني. نجيب كانت نتائجكم كبيره، لكن نحس في كلامك انه الاعلام ما كانش عاطيكم حظكم وقيمتكم. النتائج كانت كبيره ياسر معناها بالنسبه للبطولات تونس والا في الفريق القومي، معناها لابد معناها لازم في الفريق القومي تلقى الميداليه الذهبيه والفضيه معناها في سواء في الالعاب الافريقيه العربيه المغربيه. بطوله تونس زاده، فهمتني. الاعلام يجي ما داش قص معناها الاعلام ما عادش ليه بالرياضه الفرديه، ما نعرفش علاش. حتى الوقت الحاضر معناها الكاميرا سواء قناه تونس ما تشوفهاش جمله. شكون الصحفيين اللي اثروا في مسيره نجيب الزدام وكانوا فعلا معناها عندهم تاثير على مسيرته؟ والله انا ما نجمش نسميهم، فهمتي. الصحفيين ميت بقينا منصف الغنلوسي هكا لقب نتصور هكا كان في لابريس ولا في اللوطون يا ربي ديما يكتب عليا، فهمتني. دروا دي سكيب نجيب زدام، منهم كومبا خسرت انا في بطوله عربيه في الاردن، صار لي اكسيدون وقتها، فهمتي. طحت فيها كومبا هذيك في الدور النهائي مع العراقي، حط معناها لفادان كراك. اثرت عليا برشا الكلمه هذيك، فهمتني. خاطر فيها لافان. صحيت فيها لافان وقت اللي مازلت معناها في عام 85 عمري 25 سنه، لفادان كراك. لكن كانت تنجم تكون زاد عامل دعم اخر، معناها انا ما وفيتش تجاوبوا انت يا قلت كيفاش لافان دانكراك معناها وانا زلت في العطاء. بعدها هي جات دوره الجزائر اللي معناها اللي فيها تورنوا كبيره ياسر، فهمت، فيها 35 دوله. لافان دانكراك هذيك لعبت دور نهائي مع واحد روسي سي بي، معناها وقت اللي روسيا معناها مش متحده مش تفرقت كما تو معناها، فهمت. وربحت فيها شامبيون دوروب. هاولا فدانكراك ربحها روسي وجاب ميداليه ذهبيه. يعني الاعلام هو المرآة اللي راه فيها الملاكم نفسه ولا الرياضي بصفه عامه. صحيح ترى هكا ولا؟ صحيح. لا صحيح كلامك. هي الاعلام هو اللي معناها باختصار معناها الاعلام هو اللي يحب يهزك واللي يحب معناها إذا ركننا الأخير اليوم في نجمع الدوام هو صورة وحكاية باش نحاولوا نرجعوا مع نجيب الزدام مسيرته في الفترات القوية في هالمسيرة هذه من خلال الصور اللي اختارهم لنا ليحكيوا أكيد أحسن فترات نجيب الزدام. إذا نجيب نبداو بالصورة الأولى، عندها حكاية معك. الصورة دي تحكي لنا عليها؟ الصورة هذه وقت كنت نقرأ في نهج الهند في لافايت في الابتدائي. أنت ولد لافايت؟ أي سكنت غاديك في نهج الهند. سكنت في نهج الهند. أي سكنت. تتذكر في الوقت هذاك كيفاش كان جوكم في القراية؟ تتذكرش شكون المعلمين وقتها؟ ايش تحكي لنا على الفترة هذيك؟ الناس كل تحكي على كان وقتها فما القراية قراية والتعليم تعليم. صحيح. قبل وقت في التصويره وقت التصويره هذه معنا في الفترة هذيك في السبعينات ولا في الستينات جملة واحدة، فهمتي. نتذكر وقت المعلم نتاعنا سي خليفة الشرميتي وسي محمد هذايا هو المدير نتاعنا، فهمتي. نقراو في الابتدائي وقت نذكر وقت نمشيو نقراو الصباح يعطيونا في الحليب بالشوكولاته في الكسر، فهمتي. صحفه صغيره هكا يعطي. نتذكر وقت شدوا الصف، فهمت، ويعطيو في كسكروتات وقتها بالزبده بالمالحه هكا نتذكرها مع العشره، فهمتي. وقت الفقراء ولا حاجه كل شيء يعطيهم منادل يعطيهم صبابط ويعطيو كل شيء. كنت قراي ولا كيكو برا؟ والله مش برشا. مش برشا. شيء مخك اكثر للملاكمه ولا؟ صحيح. الصورة هذه نجيب شخص يظهر لي مؤثر برشا في حياتك الرياضية اللي هو طارق بالحسن الخالي. عمل تاريخ كبير ياسر في الملاكمة ورانا الفريق القومي وكون برشا أولاد من الفريق القومي. يعني كان حلمك أنك تولي كيفه؟ ما نجمش نولي كيفه على خاطر هو عمل الاحتراف ويقول قايل معناها. تذكر أول نهار هزيت فيه ساكك
ومشيت فيه للبوكس تتذكروا؟ نتذكروا. اش تحكي لنا عليه النهار هذايا ونحن نخزروا التصويره هذه؟ انت وين في التصويره هذه؟ كنت في التصويره هذيك نهز في ساشي كحله فهمتي، نحط فيها في منشفه ونحط في بونداج وفرح فرحه كبيره ياسر بك البونداجات هذوكم كيفاش نلبسهم واش ونمشي نترينا وقت نذكر فيها في ماضي 3 ولا هي 4 نتاع العشيه، ونمشي قبل بساعتين نبدا نستنى قدام القبه باش يجي الطاهر بالحسن خالي باش نتريناو انا والجروب نتاعي هذيك الاولاد اصحابي. معناها مغروم غربه كبيره ياسر، معناها نقرا ونمشي نجري باش نمشي نترينا. التصويره هذه تعني مرحله المنتخب الوطني. اولا لو كان تسمينا الاولاد اللي في الصوره هذه مازلت تتذكرهم؟ نتذكر سي حسن الحوكي مشى معنا وقتها سي حسن الحوكي اللي لابس بابيون مشى معنا حكم محمد الماجري بالمناسبه. تو نحن قاعدين نسميهم من اللي صار لليمين. اي نعم ايوه فهمتي. محمد الماجري، توفيق البلبولي المنجي الجماعي زاد ملاكم باهي، العربي الهويدي، يونس الزديري تو مدرب في ترجي الرياضي التونسي وعامل تاريخ كبير ياسر، هو اكبر منا وقتها، هو كابيتان ديكيب نتاعنا يونس الزديري نسمعوا كلامه فهمتي. عياد كرشوت من المكنين، زاد عياد كرشوت زاد هدايا بوكسير ما شاء الله عليه. عندك هو جمال الدين الغالي، زوز ملاكمين من المكنين زاد عندهم كارير كبير ياسر في الملاكمه. نجيب الزدام انا، لطفي بالخير من لوطه بجنبي بيناتكم. هذه المنتخب الوطني. تذكرش شنو هي المناسبه هذه؟ هذيك دوره فرنسا ايوه عام 80. يظل لي هذا يهزنا باش نحكيو على صوره عزيزه عليك برشا، هي الصوره هذه مربوطه بحدث كبير يظهر لي. هذيك الصوره فما احباط الساعه في المنافس اللي بجنبك، موراله طايح على الاخر. اي نعم. ونجيب الزدام بالطبيعه في المرتبه الاولى وميداليه ذهبيه. لو كنت تحكي لنا ساعة الحدث هذه والمباراة هذه وراها حكاية يظهر لي. هذيك الدورة في الجزائر تورنوا دالجي كانت كل عام زادت تصير وتبدا فيها ب 30 ب 35 دولة. أنا فما اللي يوصل يلعب في 4 مقابلات مش ميدالية ذهبية. أنا وصلت الدور النهائي مع الروسي الاتحاد السوفيتي، روسي معناها هذا شامبيون دوروبا بطل أوروبا. رابح الكومباوات الكل رابحهم ديجا، فما فيهم الكاو اللي رابح فيهم وباش نلعب أنا دور نهائي معاه. وفي الدور النهائي طلعت نلعب معاه فهمت. في البريمير روند مشيت معاه ضربه بضربه انا وياه، دوزيام روند مسني طحت ضرب الحسن يغزر لي يعمل لي هكا قومت وحسب لها ربيتر قمت خاطر الطار بالحسن. اي الطار بالحسن قال لي قمت تكليف معناها مرهوش شويه فهمتي. وكملت الرونده هذيك ورجعت بالماء فقت شويه كل شيء ورجعت وربحته. وحدث كبير. روسي مش لاعب باش تربح روسيا راه في الملاكمه. يظل لي نجيب كنت اصغر ملاكم معناها دخلت المنتخب الوطني مع نقولوا انا بلغه الرياضه مع الجرير من البوكس. يظل الصوره هذه عندها حكايه زاده. لو كانت تتذكر الساعه الوجوه اللي كانت موجوده هنا في الصوره هذيك ياسر فهمتي وانا صغير. اي اصغر واحد في مع المجموعه هذه. نتذكر في اسمه أنطوان جومونسكي. أنطوان هذاك يراني في الفريق القومي الاكابر فهمتي اللي هم محمد الماجري، صار يعيطوا له صالح روما هذاك صالح زلاسي، عربي الهويدي، جمال الدين الغالي، غادي نسيت اسمه، العربي الهويدي، منصف جبالي، عبد الحميد بن عامر، كمال بوعلي، وانا من هنا فهمتي. انت صغير ظاهر اصغر منهم صغير ياسر. انا لعبش وقتها، هم عندهم تورنوا وقتها مش عندي، يدور لي مع رومانيا في تونس الهنا جاي. تصورت معاهم في هذيك عام 76. كان فما رباعي معروف في جيلك، لطفي بالخير. بشوي خلينا نكمل سؤالي. لطفي لا مش فرد ميزان، باش نسال سؤال اخر. لطفي بالخير، نجيب الزدام، خميس الرفاعي، الحربي والبوسالمي، شكون التكنيسيان فيهم؟ في الاربعه هذوما شكون ميور تكنيسيان؟ رقم واحد في التكنيسيان هو لطفي بالخير. لطفي بالخير. شكون الباغارور فيهم؟ الباغارور مش باغارور معناها كلي. شكون الباغارور؟ لا ما نحكوش على الفوضى مع اسامي كيما هذه، هذوما اسامي كبار. شكون الباغارور فاهم؟ راهو معناها راهو لطفي بالخير. لا لطفي بالخير فنان. اي فنان. وباغارور قلت. باغارور عندك انا وخميس رفيعي، الزوز هذوما معناها كلي نخدموا بقوه ياسر فهمتي. شكون البنيه نتاعو الكون نتاعو الطيح؟ رؤوف الحربي رقم واحد، وبعده يجي خميس الرفاعي. يعني خميس الرفاعي مسمينه عنده ياجوره منا وياجوره منا في وقت مشينا للمغرب، معناها من القوه نتاع اللي في يديه فهمتي، مسمينه للمغاربه. شكون الملاكم اللي تحس روحك نسيت وما ذكرتوش توا في ولاد جيلك؟
والله نسيت قبليك مع المناسبه، بارك الله فيك في الكلمه هذه، اللي هو حمدي الشرقي زاد باهي، فهمتي، هاكم مدرب توا في الحي الوطني، والحي الوطني خارجين منه زوز وليدات وزوز بنات، خارجين جوز اولمبيك هذه نتاع لندن. وعلي بن جدو، علي بن جدو هذا زاد نسيت ما ذكرتوش قبليك، زاد ملاكم باهي كان في 48 كيلو. وسامحوني اللي نسيتهم، فهمتي، فما ملاكم. شكون من ولاد جيلك اللي حسيته ظلمته الدنيا وظلمته الملاكمه وما خذاش حظه؟ جيلي هو خميس الرفاعي مظلوم، هذا رقم واحد. لو كان خميس الرفاعي عمل الاحتراف زاد يعمل كارير كبير ياسر في الملاكمه، فهمتي. شكون اللي ترى ينجم يعمل لنا ميداليه ذهبيه؟ عندنا زوز من حي الوطني يعجبوني بالكدا، ان شاء الله ان شاء الله ينطروناش حتى ميداليه حتى برونزيه، انا ماذا بيا ذهبيه، ما هي ولو هي صعيبه ياسر، فهمتي، خاطر فما دول باش تشارك تستحضر قبل ب4 سنين وب5 سنين. الله غالب، فهمتي. بون قولوا المستقبل الملاكمه ان شاء الله خير من حاضره ان شاء الله، اذا كان يخدموا الملاكمه، اذا كان المسؤولين تخدموا الملاكمه وما تخدموش مصالحها. إذا بهذا ركن صورة وحكاية نوصل لنهاية هذا العدد من نجم على الدوام، اللي كان ضيفه بطل الملاكمة نجيب الزدام. هكا نوصل لنهاية هذه الحصة. في الختام أود تذكيركم بعنوان البرنامج على الفيسبوك نجم على الدوام، نجم على الدوام، أو التواصل معنا عن طريق الإيميل نجم على الدوام @tunisiatv.tn. شكرا لكم وإلى اللقاء.